الزمالك وبيراميدز الاتنين يا بيه بيتفقوا مع بعضيهم عشان هيقدموا شكوى الى الاتحاد الدولي. هحكي لك على التفاصيل وقصة زيزو وعرض النادي الاهلي الخيالي ابو 6 مليون دولار ومنحة تعاقد مليون دولار. اجهز معايا كده بقى عشان الفيديو ده جامد جدا يا برنس. فاللايك ده اجباري كده، تنزل تعمل اللايك كده يا باشا عشان عاوزين الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. فبعد اذنك كده تخبط اللايك بتاعك وتصلي على سيدنا محمد عندك في التلات. ولو انت مش متابعنا يا برنس فيا ريت تتابعنا، والله العظيم ما هتخسر اي حاجه لما تتابعنا يا برنس. صلي على النبي كده وتعالى لي. بص بقى يا برنس، الزمالك وبيراميدز الاثنين يا باشا قعدوا قعده عرب بيتفقوا مع بعضيهم. ليه؟ عشان في اخبار اتسربت يا بيه من ايه؟ من اللجنه الاولمبيه. قالت لك ايه؟ ان ممكن اللجنه الاولمبيه تقف في صف النادي الاهلي. تمام؟ فالزمالك وبيراميدز قال لك لا ستوب يا باشا. فالاثنين بيجهزوا ملفات وشكاوى والقصص دي كلها وهيقدموها الاثنين مع بعض. الزمالك وبيراميدز الاثنين قعدوا مع بعضيهم وهيتفقوا مع بعضيهم ان هم يقدموا شكوى الى الاتحاد الدولي ضد اتحاد الكوره والرابطه بسبب لو اي حاجه حصلت، يعني اللي هم بيقول لك ايه، اللي هو ايه، لو خالفوا اللوائح. تمام؟ وخلي بالك الكوره المصريه من هنا لغايه بعد التوقف الدولي هتفضل في صراعات لغايه ما يطلع قرار الحسم. تمام؟ فكل واحد قاعد منتظر التاني، انت فاهم؟ كل واحد عمال يبص ايه للتاني، مين اللي هيحسم ومين اللي هيعمل القرار ضد التاني. فالاهلي ضد، بص بقى، الاهلي ضد الرابطه وضد الناس دي كلها. تمام؟ وعندك الزمالك وبيراميدز الاثنين يا باشا قال لك لا، ما الاهلي لو وقع احنا الدوري بيقرب مننا. فكله يا باشا عاوز ايه؟ مصلحته في الاخر. ولو جيت بصيت على الرابطه واتحاد الكوره النهارده الصبح كانوا بيحدفوها لبعضيهم، ده يقول له انا ليه عندك 27 مليون، ده يقول له انا مديك الفلوس. فحرفيا انت قاعد بتتفرج. لان ايه؟ الاهلي شقلب الدنيا، لان الاهلي ضرب كرسي في الكلوب خلى الكل قاعد في ايه اللي بيحصل. فحرفيا الكام ساعه اللي جايين دولت وكله قاعد منتظر قرار اللجنه الاولمبيه. تمام؟ امبارح طلع القرارات اتسربت وانا قلت لك من ضمن الحاجات ان الماتش مش هيتعاد. تمام؟ بس القصه هنا ان ممكن الرابطه او اللجنه الاولمبيه، بس هنا في لوائح، يعني القصه هنا في لوائح. اللجنه الاولمبيه والناس دي لو خدت قرار مع النادي الاهلي فانت كده يا باشا شلت اللي هنا جبته فين؟ هنا. وهنا بقى كل اللي بينافس في التسعه الكبار عاوزين مين يقع؟ الاهلي يا بيه. فاصحى معايا للكلام. فكله دلوقتي عمال يتفق ازاي لو اي حاجه او اي قرار طلع خالف اللوائح او القرار ما عجبهمش فهيحصل حوار تاني. فالزمالك وبيراميدز الاثنين بيتفقوا مع بعضيهم دلوقتي عشان يقدموا شكوى ضد اتحاد الكوره والناس دي كلها الى الاتحاد الدولي لو طلع قرار من اللجنه الاولمبيه يعني خلف اللوائح. فاهم قصدي؟ ده الموضوع الاولاني. الموضوع الثاني، عمر ربيع ياسين ابن كابتن ربيع ياسين نزل بوست كده قال لك زيزو اقرب من اي وقت الى النادي الاهلي. قال لك زيزو بيقرب من النادي الاهلي بمقابل 6 مليون دولار. 6 مليون دولار، لا وكمان منحة تعاقد مليون دولار. فانا عمال بص، احنا ندفع كده؟ يعني سؤال، احنا ندفع كده 6 مليون؟ اقول له يا عم ده احنا بندفع 2.5 بالعافيه. يعني احنا لما بنروح نجيب لعيب من بره، لعيب مهاجم محترف، فلوس 6 مليون يا ابني. الاهلي بتاعنا دي احنا بنجمع 2.5 بالعافيه. 6 مليون ايه؟ وكمان منحه تعاقد مليون دولار. فالرقم الصراحه يعني ايه، يشككك في نفسك عشان 6 مليون دولار ايه. ولكن قصه زيزو لغايه دلوقتي لسه ما اتحسمتش. وانا قلت لك ان ميدو وحازم امام الاثنين قاطعين مسافه كبيره جدا جدا مع زيزو على موضوع التجديد معاه مع نادي الزمالك، ولسه الموضوع لغايه دلوقتي في كلام. وزيزو لغايه دلوقتي على موضوع تجديده بختك يا ابو بخيت، يعني في نهايه الموسم لسه. يعني انت في الوقت الحالي بختك يا ابو بخيت، لان موضوع زيزو لسه ما اتحسمش. والقصه لسه ان في بيراميدز داخل في الحوار وانديه من الخليج داخله في الحوار. والاهلي لو قال لك فري يا باشا خش انا كمان. يعني هو دلوقتي لعيب فري من الحاجه لو دخلت ممكن اجيبه يلعب معايا، فالاهلي قال لك خش انا كمان. تمام؟ ولكن قصه الاهلي ما بيخش على طول، فاهم؟ بيجيبها كده، فاهم؟ ملف، يعني يخش يبعت وكيل، يبعت حد
يقول له ايه يا زيزو ما تيجي مش عارف ايه والكلام ده كله. ولكن لسه هنشوف الكلام ده في الايام القادمه على موضوع زيزو. ماشي يا برنس، فدي كل الاخبار اللي انا قلت اقولها لك كده. ما تنساش انك تصلي على سيدنا محمد، وسلام.